السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا النهارده معايا كيكه التايجر. انا كنت عامله معاكم كيكه الشوكولاته او الجاتو شاتو. دلوقتي انا عامله كيكه التايجر. هي المكونات سهله وبسيطه زي التانية بالظبط. انا معايا كوبايتين ونص من الدقيق، ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت، ومكملها سمنه، ومعايا معلقه كبيره من الكاكاو، ومعايا كوبايه من اللبن الدافي، وكوبايه وربع من السكر، واربع بيضات، وكيس بيكنج باودر، ومعايا معلقه كبيره من الخل، ومعايا نص معلقه صغيره من الفانيليا. دلوقتي هضرب المكونات بتاعتي السايله. حطيت الزيت والسمنه واللبن والسكر، واحط البيض، احط الخل اهوت والفانيليا والبيض، دلوقتي انا هضرب المكونات بتاعتي كلها مع بعضها، وهحط الخليط كله على الدقيق. انا دي كنت حاطه عليه كيس البيكنج باودر، وحاطه عليه ذره ملح، وقلب قلب 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 عشان الخليط يبقى كله مع بعض كويس. قلب بضمير، انا بحب الضمير قوي. دلوقتي انا قلبت العجينه بتاعتي كويس، وهقسمها في بولتين اتنين. هعمل نصها بيضه ونصها شوكولاته كاكاو. لما تحطي الكاكاو ولو لقيتيها تقيله معاكي زوديها شويه لبن عادي، مش مشكله. دلوقتي انا عندي العجينتين الاتنين قد بعض اهمت. هحط بقى شويه من ديت وعلى شويه من ديت. جربوها كده زي ما انا بحطها، لحد ما الكميه كلها تخلص معاكم، وهتديك في الاخر شكل حلو جدا. نيجي بقى بالخله كده نرسمها زي ما احنا عايزين. الرسمه بقى اللي انت تحبيها، دي حريه شخصيه. دلوقتي ده الشكل معانا. انا كنت عامله الفرن على نار متوسطه، ودخلتها الفرن وحطها في الرف اللي في الوسط. جيت اقطعها بس افتكرت ان انا كنت بقطعها غلط، سبتها لما بردت معايا خالص. ودي نتيجه في الاخر. يا رب تعجبكم وتاكلوها بالف هنا.